السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ايزي بودكاست اللي بنتكلم فيها عن مواضيع مميزة ومشاكل بتهمك. بتمنى إنك تكمل الحلقة للآخر وتقول لنا رأيك في هذه الحلقة في التعليقات، وخلينا نبدأ. دايما بنسمع إن القراءة مهمة وإنها غذاء للروح والعقل وغيره، ولكن هل أنت بالفعل خضت تجربة إنك تقرأ؟ ممكن ترد وتقول لي قريت قبل كده، ممكن تقول لي لا. فخليني اخدك في رحله نعرف فيها معلومات لذيذه عن موضوع القراءه، وكمان نعرف هو ليه اصلا لازم اقرا وليه ناس كتير بتنصح بالقراءه. بس في البدايه خليني اقول لك هي القراءه عباره عن ايه. القراءه بكل بساطه هي عباره عن نشاط تفاعلي بينك كقارئ وبين الكتاب. كمان القراءه هي عمليه معرفيه عباره عن انك بتفتك الرموز والحروف عشان تكون معنى وتوصل لمرحله الفهم والادراك. القراءه هي مش مجرد استفاده بمعلومات، بل في فوائد تانية كتير لا حصر لها من موضوع القراءه، زي ان القراءه بتنمي من عقلك، بتحسن من قدرتك على التفكير التحليلي والتفكير النقدي. وكمان من الفوائد القويه جدا من موضوع القراءه هو انها بتخفف من التوتر وبتوفر لك جو من الاسترخاء والراحه. غير انك لما بتيجي تقرا بتبدا توسع من شبكه مفرداتك ومخزون كلماتك، سواء كنت بتقرا الكتاب باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. كمان القراءه بتعزز من الخيال والابداع لدى القارئ، كمان بتحسن من قدرته على التركيز والانتباه. وخليني اقول لك ان التركيز والانتباه دي حاجه بيفتقدها اغلب جيلنا كشباب. خليني اخدك كمان لرحله تانية. نتخيل انك عندك صديق خبير في موضوع معين، مستعد انه يعلمك بدون ما يزهق، وكمان مستعد انه يصبر للنهايه. هل ده مش هيكون صديقه؟ بالعكس تماما، ده هيكون اعز اصدقائك. عشان كده لازم تقرا. الكتاب هو الصديق، ده هو الصديق المخلص اللي هيعلمك حاجات كتير واللي هيسمح لك انك تاخد منه معلومات تفيدك في حياتك. الكتاب هو بالفعل صديق الوقت. طب هيجي سؤال وتقول لي انا عندي اصدقاء اوفياء، يبقى انا مش محتاج اقرا. في الوقت ده خليني اقول لك انك ما كنتش مركز معايا في اول فيديو لما ذكرت الفوائد الاخرى للكتاب او القراءه، بس مش مشكله، لاني اخدك في كمان رحله واقول لك ان عقلك بيشتغل عن طريق حاجه اسمها الشبكات العصبيه او ما يعرف بالنيورونز. ولما تيجي تقرا فغالبا انت بتبدا تتخيل اللي بتقراه، وبتكون شبكات عصبيه مختلفه من افكار مختلفه بمجرد القراءه. فبمجرد القراءه تبدا تربط الاحداث ببعض، تبدا تفهم حاجات كتير وخبرات ناس كتبتها في الكتاب اللي انت بتقراه. رحله مليئه بالتحديات بيقدمها لك على طبق من فضه وانت مش مقدر وجودها. ولكن خليني اقول لك مقوله في غايه الروعه: Today a reader, tomorrow a leader. قارئ اليوم هو قائد الغد. شوف جميع الناس الناجحة هتلاقي بينهم القراءة كعنصر مشترك وأساسي من مركب نجاح. كونك قارئ فهو تغذية لعقلك وروحك وفي تعاملاتك مع الآخرين وفي تواصلك. ولكن هتقولي انك مش عارف تقرا او اقرا ازاي. خليني اقول لك على نصايح هتساعدك في القراءه، بس قبل ما اقول لك على النصايح دي فانت لازم تتعامل وكانك طفل، يعني تجرب وتجرب وتجرب وتجرب. وخلي بالك ان التجربه دي مهما كانت نتيجتها فهي اضافت لسجل خبراتك ومعرفتك وتجاربك. خلينا نبدا باول نصيحه، وهي انك تختار الوقت المناسب، تكون فيه مسترخي وذهنك صافي، زي انك تقرا الصبح بدري او قبل النوم. تاني نصيحه هو انك تختار مكان مناسب، مكان هادي مريح للقراءه بعيد عن المشتتات المزعجه زي الموبايل واللابتوب وكل الحاجات دي. ولو انت بتقرا على الموبايل فممكن تعمل دونت ستريب مود او وضع عدم ازعاج. تالت نصيحه وهي انك تختار الكتاب المناسب، كتب في مواضيع تثير اهتمامك وحابب انك تعرف عنها معلومات اكتر. رابع نصيحه اقرا بتعمق، هو انك تحاول تفهم السطر اللي بتقراه بشكل كويس جدا حتى لو انت اضطريت تعيده اكتر من مره، وانك تدون ملاحظاتك وتحط علامه على الافكار المهمه بحيث ان انت ترجع لها في وقت ما. خامس نصيحه هو انك تقرا في مجالات مختلفه، زي انك تقرا في العلوم او التاريخ وغيره من المجالات المختلفه، بحيث تكون عندك شبكه من المعرفه المختلفه في مجالات مختلفه. سادس نصيحة حاول انك تكون ضمن مجموعة من الناس اللي بتحب تقرا، ده بشكل ما هيساعدك وهيحفزك انك تقرا بشكل مستمر. غير انك ممكن تتناقش معاهم في الكتاب وتتبادل معاهم الافكار والاراء، وبالتالي هتزود من حصيلتك المعرفية. سابع نصيحة حط هدف للقراءة، يعني مثلا انت ليه عايز تقرا الكتاب ده وهتخلصه في قد ايه وهتقرا منه قد ايه، ده عشان ما تحسش بالملل. وكمان خطة تحديد هدفك من قراءة كتاب معين دي خطوة مهمة جدا عشان ما تبقاش مشتت ما بين اكتر من كتاب. تامن نصيحة استمتع برحلتك في القراءة، ما تحسش بالضغط عشان انك عايز تخلص الكتاب بسرعه، لكن استمتع بكل صفحه، كل فكره جديده بتتعلمها، خليها رحله في حياتك. وطبعا في النهايه حابب اقول لك انك لو عايز تقرا فعندك الكتب البي دي اف والكتب الورقيه، فما تخليش من الشيء اللي ممكن مستحيل، اللي في النهايه كل انسان هو زي القطر بدا من محطه ولادته وفي اي لحظه هيوصل لمحطه وفاته وتنتهي رحلته، ولكن يبقى السؤال وهو اين ما هو تركه هذا الانسان من اثر. هو ده اللي هنعرفه في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.